أرسلت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية خطاب رسمي إلى النادي الإسماعيلي، أكدوا خلاله أن الموعد القانوني المحدد لاستلام طلبات أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن لم ينتهي طبقا لما أعلن مجلس الإدارة. وأضافت المديرية: يستمر توقيع استمارات سحب الثقة حتى 12 يوليو مع منح يومين إضافيين بسبب غلق مقر توقيع الاستمارات يومي الخميس 3 يوليو والجمعة 4 يوليو، لتمتد مهلة توقيع استمارات سحب الثقة من مجلس إدارة الإسماعيلي حتى 14 يوليو. وكان النادي الإسماعيلي من الغريب أنه أعلن أنه قد انتهى يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025 الموعد القانوني المحدد لاستلام طلبات السادة أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، وذلك طبقا لما تم الإعلان عنه عبر الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي بتاريخ 3 يوليو 2025 بشأن آخر موعد لتقديم التوقعات وفقا للائحة النظام الأساسي والدليل التنظيمي لعقد الجمعيات العمومية. ونظرا لعدم اكتمال العدد القانوني اللازم من التوقيعات لعقد الجمعية العمومية غير العادية، فإن الأمر يعد منتهيا من الناحية الإجرائية، وهذا قرار النادي الإسماعيلي وإدارته. ويتوجه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بخالص الشكر والتقدير إلى السادة أعضاء الجمعية العمومية الذين منحوا الثقة لاستكمال مدته القانونية، مؤكدا احترامه الكامل لجميع الأعضاء الذين بادروا بتقديم الاستمارات وطلب عقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من إدارة الإسماعيلي. ويؤكد المجلس التزامه أمام الجماهير للنادي الإسماعيلي وأعضائه بمواصلة العمل الجاد خلال الفترة المقبلة لإعادة النادي الإسماعيلي إلى مكانته الطبيعية والتاريخية بعد أن اقترب من إنهاء الجزء الأكبر من تراكمات الغرامات والعقوبات والقضايا الدولية، تمهيدا لانطلاقة جديدة تليق باسم النادي الإسماعيلي وتسعد جماهيره العريقة في كل مكان، إلا أن قرار مديرية الشباب والرياضة كان عكس ذلك.